شاهد المقارنة بين مباراة المغرب ومباراة الجزائر كمباراتين طبعا بالأمس، شاهد الحضور الجماهيري المشجعين المغاربة وشاهد الحضور الجماهيري للمشجعين الجزائريين والفوضى بعد المباراة. عندنا بعض الصور نستعرضها كذلك، دخول الجمهور الجزائري بعد المباراة. ليش تشوه سمعة المباراة أنت؟ ناهيك عن الشيء الثاني كذلك، موضوع الإعلام، موضوع الدولة الثانية اللي معك وعالمك الصغير، ما يجوز يعني حتى دخولك لأرضية الملعب دخول يعني بصراحة فضيحة بكل المقاييس. أبو خليفة هذا يعكس طبعا ثقافة هذا المنتخب المغربي ضرب أفضل صورة في النهائي أفريقيا، يعني ظلم انسحب الفريق وما طبق القانون، لكن ما شفنا أي تصرف سلبي من الجمهور، بالعكس شفنا التصرف السلبي ظهر من جمهور السنغال، وكان في تكسير ومحاولة نزول إلى الملعب، مع أن المباراة على أرض المغرب وكانوا هم الأغلبية، لكن ما شفنا منهم أي تصرف ضياع بطولة في يعني مباراة مثل مباراة هذه في فرنسا، مباراة في إيطاليا، لا نهائي كاس هذا مع السنغال على ارضك وعلى الملعب، كان احرى بانك انت تعمل، انت اللي تعمل الشغل لانك انت خسران، لكن كان عكسوا رقي الشعب المغربي. وايضا هذه المباريات الوديه ايضا عكست. اليوم دخلوا قاعد الشعب الملاعب معمر جمهور، ما عيب كاع اللي صار اليوم. كيتقارن ما بين المغرب كانت الملعب عامر، وكيتقارن ما بين طورينو اللي ما كانش عامل بلان والجمهور دخل الملعب. ماشي هذه فضيحه وماشي كارثه، ماشي حشومه، هادشي واقع عندنا. فوقاش غادي نرتقيو بالمستوى وتقول لي علاش ميريكان رفضتنا؟ علاش ميريكان دارت لنا الفيزا؟ انا ندير لك 10 ديال الفيزا ماشي فيزا. علاش المغرب رفضنا؟ مشينا لكاس افريقيا قال لك علاش راهم يديروا معنا؟ ايوا سي نورمال، هذا جا الطاليان دار كارثه. احنا مشينا للطاليان درنا كارثه والله القسم. الا شوف مرضت انا تعصبت، نمشي اليوم تستمتع مع الاخوان المغاربه مع الخوت، واستمتعنا بماتش كبير وتتفرج وفي راحتك وتضحك وتلعب وتجي منتصر بجوج لواحد وتجي فرحان وتجي مروح. ومعامل مع الباراغواي ماشي سهله، لعبوا مع ليكوادور تعادلوا، جاو الباراغواي ربحوا ليكوادور، اليوم تعادلت مع هولندا. حنا ربحنا غواتيمالا ب5 ولا ما نعرف 7 فاضحين راسنا. اليوم الاوروغواي ما حطتش اللي عندها تعادل، الاخرين مصر تتعادل مع اسبانيا. بدي شوف المغرب، انا كي شفت اليوم شفت الحقيقه. اليوم شفت شعب ما شاء الله، شعب ما شاء الله في راسه، شعب ما شاء الله في راسه، ما عندوش مع هذاك التخربيق. هذا واقع. اليوم هاد الكوارث اللي واقعين نقسم لكم بالله انا عييت والله. الا شوف مشيت فرحان، تفرجت المقابله عاديه مع الخوت مع الاخوان، نشطنا استمتعنا، ماتش كبير، لعابه كبار، مستوى عالي، كتشوفهم قدامك كتشوفهم بدك تحس بواحد الفرح كبير. درت هكا الفيسبوك جبرتها مخربقه الفيسبوك. علاش؟ الجمهور دخل الملعب. هذه ماشي اهانه، ماشي اهانه للعالم. هذا هو العالم اللي تقولوا ماتوا عليه، هذا هو العالم تغرتوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا والله قسم شوف، لا حول ولا قوة إلا، ما غادي نقول لكم تاع شي حاجة والله. تعصبنا، كرهت، مرضت كيف اتحادية فاشلة، اتحادية ما قادرة دير تاع علم تسقدني يعني نيشان كبير كيما العلم ديال الاوروغواي، وتجي غدوه تحصلها لي المنظمين ولا غتحصلها في شي واحد ولا غادي تتهموا. انا متهم حتى واحد، راك نورمالمون تحط الاستقاله وتمشي، تحط الاستقاله وتمشي. ما قادرش تساير وما قادرش تخدموا، تحطوا الاستقاله. الجمهور هذا اللي يدخل الملعب يتحمل الا مسؤولته. وكلنا غادي تولي اي مقابله يستقبلوك فيها ما غادي يستقبلوك فيها في اوروبا. المهم نوليو الاستمتاع. اليوم استمتعنا، مقابله كبيره، ملعب عامر حتى لهنا. المقابله كانت عاليه المستوى، لعبه في مستوى عالي، كره نقيه، تيكي تاكا ما بين جسيم حكيمي طاف يروجوا لهذه الفيديوهات. الشعب شوف المقابله ديال القمه المغرب شي غير واحد كان الدوله التاريخ تاع الشعب ابراهيم دياز على النبوه صافي.
الجمهور كامل دخل، جمهور المنتخب كامل دخل المنتخب، رابط مهدينا وفضيحه عليه، فضيحه متوخه. انا رسمك عارف. اليوم انا استمتعت بالمقابله، مشيت تفرجت في المقابله مع الاخوان المغاربه، مقابله لطيفه، تمشي هكا تجبر الجمهور، فضيحه عالميه. جمهور غرق الملعب والجماهير غرقوا الملعب محشوم. يعني شكون غادي يصدق الانجليز؟ اليوم دخلوا كاع الشعب للملاعب، معمر الجمهور، ما واش عيب كاع هادشي اللي صار. اليوم كيتقارن ما بين المغرب كانت الملعب عامر، وكيتقارن ما بين طورينو اللي ما كانش عامر بلان كاع بلان، والجمهور دخل الملعب. ماشي هذه فضيحه وماشي كارثه، ماشي حشومه هادشي واقع عندنا. فوقاش غادي نرتقيو بالمستوى وتقول لي علاش ميريكان رفضتنا؟ علاش ميريكان دارت لنا الفيزا؟ انا ندير لك 10 ديال الفيزات ماشي فيزا. علاش المغرب رفضنا؟ مشينا لكاس افريقيا قال لك علاش راهم يديروا معنا؟ ايوا سي نورمال، هذا جا الطاليان دار كارثه. احنا مشينا للطاليان درنا كارثه والله قسمي لا. شوف مرضت انا، تعصبت من تمشي اليوم تستمتع مع الاخوان المغاربه مع الخوت، واستمتعنا بماتش كبير وتتفرج. انت جي حنا مشينا تفرجنا في لونس